السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض مخلل الجزر والكرنبيط. طريقة سهلة خالص. وهنقولك ازاي يطلع معاكي مقرمش ويقعد معاكي فترة طويلة بنفس القرمشة. وتكاية حلوة كده هنقولها على مخلل الكرنبيط. قليل قوي لما حد بيعملها بتفرق جدا في الطعم. يا ريت تتابعي معايا الفيديو للنهاية، وبإذن الله هنعمل مع بعض أحلى مخلل ممكن تجهزيه لرمضان ولطول السنة بإذن الله. أول حاجة معايا كده كمية من الجزر. طبعا غسلاه كويس ومقشرينه، وهنبدأ نقطعه. أنا بحب أقطعه باللي هي القطاعة بتاعة الجزر دي، بتاعة المخللات، بتديله شكل حلو زي الجاهز. لو ما عندكيش عادي قطعيه بأي سكينة، مفيش أي مشكلة. حاولي بس وانت بتقطعيه ولا ترفعيه قوي ولا تخلي السمك بتاعه يكون تخين. والقرنبيط لازم تغسليه كويس جدا. ما بين الظهر بتاعه بيكون فيه حشرات، فلازم نغسله كويس جدا بالمية وبالخل. تاني حاجة بقى، ودي التكاية اللي بقول لكم عليها، ان انا بنزل القرنبيط في مية مغلية. لازم يا حبايبي التكاية دي تفرق جدا في مخلل القرنبيط. طب ايه لازمتها؟ بتمنع الريحة بتاعة القرنبيط والغازات اللي بتبقى موجودة في القرنبيط. طب هنسيبه 10 دقايق او ربع ساعة كده لحد بس لما المية تبدأ ان هي تدفع عليه. هنبدأ ان انا بعد كده اصفيه. ما بيتسلقش، ما تحاوليش ان تحطيه وتسلقيه، مش هيبقى حلو خالص. هو بس بتضيفيه، بتضيفي عليه كده مية مغلية. تمام. تعالوا بقى نعمل الخلطة الحلوة بتاعتنا. معايا معلقتين من هريسة الشطة، وحبة كده من حبة البركة، تبقى حلوة قوي في المخلل، بتدي نكهة حلوة. وكم قرن كده من الفلفل الحامي. طبعا ده بقى بيرجع لك انتي على حسب ما انت عايزة المخلل بتاعك يبقى حامي ولا لا. خلاص، هي كده الخلطة بتاعتنا دي. تعالوا بقى نشوف المحلول بتاعنا. انا معايا هنا 2 لتر من المية. ده المعيار بتاع البرطمان اللي انا بخلل فيه. هنقولك لتر المية هتحط عليه 4 معالق من الملح، معلقة الطعام كده. تمام. وبحط معلقة من السكر، والسكر ده طبعا اساسي في المخلل بتاعنا. هو ده اللي بيحافظ على القرمشة بتاعة المخلل، يقعد معاكي بالشهور نفس القرمشة دي، ما تستغنيش عنها. يبقى لتر مية عليه 4 معالق من الملح ومعلقة سكر ومعلقتين من الخل. والخل برضو اساسي في المخلل. طبعا احنا حضرنا مع بعض قبل كده مخللات كتير، اتمنى ان انتوا تشوفوها. المخللات بتبقى اوفر واحسن بكتير ان انت تعمليها في البيت. ما بتكلفكيش اي حاجة. استغلي موسم اي خضار موجود عندك وابدأي ان انت خلليه. بجد جميل قوي يا بنات. وبكده نكون بقى خلاص خلصنا المخلل بتاعنا. هنبدأ نغطيه بقى كويس بكيسة كده عشان مفيش اي هواء يدخل البرطمان بتاعنا، ونبدأ نغطيه. وبكده نكون خلصنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.